شكرا جزيلا الزميل العزيز هيكل صغير. ذا نهاية المباراة عن نتيجة التعادل السلبي بين الترجي الرياضي التونسي والنادي الصفاقسي. مباراة الفرص الضائعة من الجانبين، خاصة من جانب الترجي الرياضي التونسي وخاصة من جانب دانو قلب هجوم الترجي الرياضي التونسي. تقريبا دانو اليوم أضاع فرصة أن يكون أحد هدافي الدوري التونسي. على كل نذكر أن هذه المباراة أيضا عرفت ضربة جزاء ضائعة. لو أمكن رأف نذكر بضربة الجزاء الضائعة كانت في الدقيقة 33 وتوغاي هو اللاعب الذي أضاع ضربة الجزاء بعد أن اصطدمت الكرة بالعارضة في الشوط الأول. نذكر أيضا أنه الحكم ألغى هدفين، هدف للترجي وهدف للنادي الصفاقسي باعتبار تدخل الفار ونظرا لوجود تسلل. وكان كابتن تمام حمدون أقر سلامة القرار الخاص بالتسلل ولكن ليس القرار الخاص بركلة الجزاء. على كل قبل أن نبدأ الحديث كالعادة تمام حمدون لمتابعة أهم الحالات التكتيكية الخاصة بالشوط الثاني وأيضا العودة لهدف النادي الصفاقسي باعتبار لم نقدم 3D الخاصة بهدف النادي الصفاقسي الملغى في الشوط الأول. ثم سنكون مع أكثر تحاليل تكتيكية مع كابتن ربيع وكابتن محمد سلامة. تفضل تمام. هيكل عودة إلى الهدف الملغي لصالح نادي الصفاقسي. طبعا الهدف ألغي في نهاية الشوط الأول، لم نستطع عمل 3D الخاص بالقناة كما وعدناكم. الآن سنشاهد الحالة. ناصر لو سمحت تعطينا حالة الهدف الملغى للنادي الصفاقسي التونسي، هل كان قرار صحيح أم لا؟ طبعا أنا ذكرت على الهواء مباشرة أنه الهدف الإلغاء صحيح طبعا من العين المجردة، ولكن للتأكيد طلبنا الحالة 3D وخلينا نشوف الحالة 3D مع بعض. يا ناصر عطنا الحالة بالله لو سمحت. هنا كرة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، يتم هنا تسجيل هدف. الحكم المساعد يرفع الراية لوجود تسلل، يرفع الراية الحكم المساعد لوجود تسلل. نشاهد هنا لحظة اللعب، هنا رقم 19، نشاهد رقم 19 متقدم بالكتف عن آخر ثاني مدافع. نمشي ماذا قام به رقم 18 على ما أعتقد. هنا تداخل مع المنافس، هو تداخل مع المنافس. لاحظ دخول لاعب من موقف سليم ولكن رقم المتسلل تداخل مع المدافع وأثر على قدراته، لذلك قرار المساعد بإلغاء الهدف قرار صحيح. وطبعا أكد على هذا القرار تقنية الVR. الحالة الأولى اللي أخذناها بالشوط الثاني كانت في الدقيقة 49، كان هناك سقوط دانو لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك ركلة جزاء؟ طبعا الحكم يأمر باستمرار اللعب ونشاهد الحالة من عدة زوايا. هل كان هناك أي خطأ؟ تمركز الحكم كان إيجابي جدا. بنلاحظ هنا الكرة في متناول التنافس بين اللاعبين، هذا تنافس وتلاحم طبيعي بكرة قدم، لا يوجد خطأ. قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح، لا يوجد أي خطأ. المدافع لم يقم بعملية الدفع أو المسك أو الشد، لذلك قراره صحيح وهذا ما أكد عليه تقنية الVR. الحالة كانت الأخيرة كانت بنشوف الحالة شكينا بلمسة يد ولاعبي الترجي طالبوا بلمسة يد على مدافع الصفاقسي داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك لمسة يد أم لا؟ بنشاهد الكرة تلعب باتجاه اليسار، اللاعب يطالب بركلة جزاء. بنشاهد الحالة، هل كان هناك تكبير لليد؟ عدة زوايا. هل كان هناك حركة إضافية؟ نشاهد اليد كانت داخل الجسم. نلاحظ هنا اليد كانت داخل الجسم. ناصر اعطينا الزوايا الثانيه بالله لو سمحت نوضحها للساده المشاهدين. لاحظ اليد داخل الجسم، لم تكن مكبره للجسم ولم يكن هناك حركه اضافيه. قرار الحكم باستمرار اللعب قرار صحيح. في الشوط الاول الحاله الاولى كانت في الثانيه 50، في الثانية 50. خلينا نشوف الحالة الأولى ناصر. طبعا هنا في البداية هناك شك خطأ على لاعب الصفاقسي، هل كان يحتاج إلى بطاقة صفراء أم لا؟ طبعا الحكم يعطي مبدأ إتاحة فرصة، حتى لو أعطى مبدأ إتاحة فرصة هنا استخدام اليد على الوجه. لاحظ اليد اليسرى على الوجه، هنا كان يجب إشهار البطاقة الصفراء حتى بعد انتهاء الهجمة. كان بإمكان الحكم إما يعود للخطأ مباشرة أو بعد انتهاء الهجمة يعود إلى البطاقة الصفراء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية في الدقيقة الثانية كان هناك ركنية لصالح الترجي، كان هناك سقوط لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء. هل كان هناك ركلة جزاء؟ الحكم يأمر باستمرار اللعب. نشاهد الحالة. طبعا هنا تمركز الحكم، احتجاج اللاعب. ناخذ الإعادات لو سمحت ناصر ونشوف. طبعا هنا الإعادة ليست واضحة، هناك عدة إعادات. أيضا هنا الإعادات، ومشكلتنا دائما في الإعادات وزاوية التصوير اللي عم يعطونا إياها للأسف غير صحيحة.
الإعادة الثالثة راح توضح كل شيء. في البداية ارجع ناصر، نرجع هذا حالة مهمة جدا. لاحظ لاعب الصفاقسي يمسك بيد لاعب الترجي التونسي. نرجع ناصر شوي بس الله يخليك. فريم بالبداية، فريم. خلينا نرجع بدايتها، حالة كثير مهمة لازم نشرحها بالشكل الصحيح. إذا لاعب الصفاقسي باليد اليسرى يمسك يد لاعب الترجي، وباليد اليمنى أيضا يمسك اللاعب. نمشي خطوة، نمشي. ما زال المسك مستمر. الآن المسك من التيشيرت، لاحظ باليد بكلتا اليدين. هنا أسقط اللاعب على الأرض، منعه من التقدم. كان يجب احتساب ركلة جزاء في هذه الحالة، وللأسف الحكم وحكم تقنية الVR غابوا في هذه الحالة. الحالة الثالثة كانت دقيقة العاشرة، كان هناك إلغاء هدف للترجي بداعي التسلل بعد تدخل تقنية الVR. الحكم المساعد في الملعب يحتسب الهدف، ومن ثم تدخل إيجابي من قبل تقنية الVR يلغي الهدف بداعي التسلل. وهلا بنشوف كيف التسلل وين كان موجود. هنا التسجيل. نعود إلى 3D يا ناصر ونشوف هل كان قرار المساعد كان قرار صحيح. هنا لحظة اللعب، بنركز على لحظة اللعب. هنا لحظة اللعب، هنا الخط 3D مع آخر ثاني مدافع، مع آخر نقطة من كتف المدافع. تقدم لاعب الترجي بجزء قليل من أعلى الكتف، وقرار التدخل VR كان قرار صحيح، وإلغاء الهدف قرار صحيح. بروح الحالة الدقيقة 21 ناصر، بنشوف هناك كان سقوط لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء. المشكلة ليست لدينا أي إعادات ولا يوجد أي صورة ثانية، لو هنا سقوط فقط لا يمكن لنا أن نحكم على الحالة. نحتاج للتحليل صور من عدة زوايا، ولكن بهكذا حالة لا أستطيع أن أقول إلا قرار الحكم صحيح. الحالة الخامسة كانت في الدقيقة 26، كان سقوط لاعب الترجي داخل منطقة الجزاء طبعا هنا، وتدخل تقنية الVR. تمركز الحكم كان مثاليا جدا. الحكم يأمر باستمرار اللعب، ولكن عند أول توقف يتم استدعائه إلى تقنية الVR. الحكم الVR يعرض على الحكم الحالة. بنشوف شاهد الحالة طبعا. ناصر أعطيني القرار. طبعا نرجع، نحن راح نناقش هل كان القرار صحيح أم لا. هنا نمشي خطوة. لا نرجع. في البداية لاحظ لاعب الترجي، نمشي للأمام خطوة فريم. الآن الكرة الآن على الطرف اليسار، لاعب الترجي يذهب بقدمه اليمنى باتجاه المنافس ليمنعه من الوصول إلى الكرة. إذن لاعب الصفاقسي هنا لم يقم بأي خطأ. اللاعب اللي على اليمين اللاعب رقم 15 هل نجح بلعب الكرة؟ نمشي للأمام لو سمحت. هنا لاعب الصفاقسي ينجح بلعب الكرة ولا وجود لخطأ، وقرار الاستدعاء كان قرار خاطئ، وقرار ركلة الجزاء بعد تدخل VR قرار خاطئ. ناخذ التنفيذ لو سمحت ناصر. طبعا التنفيذ، الكرة تخرج خارج المرمى، إذا المخالفة من الحارس لا تكون إلا إذا كان هناك فقط. لاحظ هنا حتى لو تقدم الحارس قليلا، لأن الكرة ذهبت مباشرة إلى العارضة وخرجت خارج الملعب. عموما التحكيم اليوم لم يؤثر على نتيجة المباراة رغم وجود ركلة جزاء صحيحة وركلة جزاء غير صحيحة وتثبت، ولكن في النهاية لم يؤثروا على نتائج المباراة، والتحكيم بشكل عام مقبول. شكرا جزيلا كابتن تمام حمدون. أقل تعب بالشوط الثاني. الشوط الأول يعني كان مرهق باعتبار عديد الحالات. الشوط الثاني الأمور كانت جيدة والحمد لله. الحمد لله. شكرا جزيلا كابتن تمام حمدون. نذكر بنتائج بقية المباريات باعتبار جولة في أعلى الترتيب لم يتغير شيئا، باعتبار الإفريقي تعادل، الترجي تعادل، نادي صفاقسي تعادل، ولكن في آخر الترتيب هزيمة شبيبة القيروان مقابل انتصار الأولمبي البيجي ممكن عقدت الوضعية بالنسبة للشبيبة القيروانية، لأنه الحقيقة الآن أصبحت وضعية صعبة لشبيبة القيروان صحبة الفريق صحبة مستقبل سليمان. أنه الترجي تعادل مع نادي صفاقسي كما تابعنا 0-0. مستقبل مرسى فاز على الترجي الجريسي هدف مقابل 0. الاولمبي البيجي فاز على نادي البنزرتي هدف مقابل 0. واتحاد بن قردان فاز خارج الميدان على الشبيبه القيروانيه هدف مقابل 0. نرجع بسرعه مع ربيع ومحمد سلامه. نبدا معك ربيع. بالنسبه للترجي الرياضي التونسي، الترجي الشوط الثاني الحقيقه انخفض مستوى الترجي الرياضي التونسي في الشوط الثاني، والملاحظه البارزه هي عدم نجاعه دانو، لانه اليوم دانو اصبح يشكل مشكل للترجي الرياضي التونسي. هو تقريبا ممكن نقول انخفض مقارنة بالإيقاع اللي الأول. كان في الشوط الأول بالضبط. لكن صراحة الشوط الثاني في رأيي الشخصي
كان امتداد ممكن لنفس الافكار، ونجح على ان يخلق العديد من الفرص حتى على مستوى الثنائيات. لاحظنا بان الشوط الثاني في رايي الشخصي كانت هناك ثنائيات كثيره، ما يحسب للحكم انه لم يتسرع في انه يعلن ممكن على ممكن بعض الاخطاء اللي في رايي الشخصي كانت تقريبا في الجانب الفني والجانب الرياضي. هذا خلى على انه تكون هناك نديه على مستوى هذا العامل، عامل الثنائيات. وكما قلت انت اليوم صراحه اخفاق كبير وعدم توفيق للاعب دانو كان بامكان انه كما قلت يسجل على الاقل هدفين او 3 اهداف، لكن الاكيد بانه سوء تعامله مع العديد من الوضعيات، كذلك الانانيه غلبت على هذا اللاعب، لانه كانت في حاله في الشوط الثاني كان فقط قادر على انه يفتح او يقدم تمريره طبق من ذهب للاعب ساس، لكن هو اختار على انه يقوم بعمليه الدوران والتسديد. الاكيد بانه فريق الترجي صراحه على المستوى الهجومي لم يكن فعال. 4 تعادلات في 4 مباريات، منهم مباراتين بنتيجه سلبيه، ما نساوش ضد النجم الرياضي الساحلي لم ينجح انه يسجل اي هدف. اكيد خلاه على انه ينافس ويصارع على مستوى اللقب في الدوري، مع البقاء على فارق النقاط اللي هو نقطتين يعني مع النادي الافريقي. صحيح، نقطتين مقارنة بالنادي الافريقي. لهذا قنوات الكاس الاسبوع القادم سنبقى مع النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي، سواء هلا يوم الاحد مع النادي الافريقي والملعب التونسي، او يوم الاثنين مباراة شبيبة العمران والترجي الرياضي التونسي. نختم مع كابتن محمد سلامة بالنسبة للنادي الصفاقسي. النادي الصفاقسي في الشوط الثاني اعتقد اعتراف واضح من محمد الكوكي انه في لاعبين خارج الموضوع، في فشل على المستوى الهجومي. والحقيقة نقطة استفهام حتى جمال موتيابا، الحقيقة جمال موتيابا لأول مرة أشاهده بهذا السوء. بالضبط هيكل، يعني كان مخطئ في جميع القرارات مع تمريرات خاطئة. ما نعرفش هل معنويا كان متأثر لجلوسه على بنك الاحتياط، ما دخلش يعني ما كانش موجود في المباراة، حتى الاتيتيود لا يريد أن يفتك الكرة ويقف يخسر الكرة ويقف. معناها فما كورتين ورا بعض، يعني يعطي تمريرة خاطئة ويضيعها وبعد يعاود يقف لهنا. نتصور معنويا كان متأثر بجلوسه على بنك احتياط. محمد كوكي حكى على البلان جو، يعني خطة في الشوط الثاني. نتصور كان يعمل على جمال موتيابا باش انه يسرع اللعب ويكون موجود معنا خلف المهاجمين في الشوط الثاني. هذا اللي ما صارش، وهذا اللي خلى الترجي التونسي رغم انه بدنيا نزل شويه مردوده، لكن على مستوى الفرص كانت يعني 4 و5 فرص واضحه للترجي التونسي خفق فيها ما سجلهاش. نتوقع معناها نادي الصفاقسي ما كانش يستحق اكثر من نقطه في المقابله هذه. صحيح، واضح. وصلنا لختام هذا الاستوديو على فكره تعادل، لا ساعد الترجي الرياضي التونسي ولا ساعد النادي الرياضي الصفاقسي، ممكن ساعد اكثر النادي الافريقي حتى حافظ على نقطتين فارق مقارنه بالترجي الرياضي التونسي. وربيع يذكرني طبيعي جدا التفوق الواحد اللي كان موجود في التوقعات. ربيع توقع الشوط الاول ب0-0 وتوقع نتيجه المباراه 0-0 وكان ممتاز اليوم. اوكي، امورنا واضحه. ايوه، ربيع كان ممتاز اليوم في التوقعات وتوقعها 0-0 ولما توقعها صحيحه توقعها 0-0. على كل كابتن ربيع العفوي كنت متالقا، شكرا جزيلا. شكرا لك أخي. ايضا كابتن محمد سلامه كنت متميزا، شكرا جزيلا. هكذا نصل لختام هذا الاستوديو. نذكر كما قلت الجوله القادمه سنكون مع ديربي العاصمه بين النادي الافريقي والملعب التونسي، وايضا يوم الاثنين سنكون مع مباراه شبيبه العمران والترجي الرياضي التونسي قبل الديربي الكبير ديربي الافريقي والترجي الرياضي التونسي ان شاء الله يوم 10 مايو القادم. اجمل تحيات رهف في الاخراج، معلن بينو في الاعداد، كامل الفريق الفني والتقني. نلتقي دائما على قنوات الامتياز، قنوات الكاس. الى اللقاء.